ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشرح ازاي نحل سؤال الترتيب بطريقه سهله. ركزوا معايا، تابعوا الفيديو للاخر، ولو مشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا ازاي كل حاجه بتتحل عندنا في المنهج. اول حاجه عندنا نفهم ترتيب الجمله. عندنا في جمله عاديه وفي سؤال. طيب لو الجمله عاديه بنجيب فاعل اللي هو السبجكت، فعل اللي هو الفيرب، المفعول اللي هو الاوبجكت. طيب يعني ايه فاعل ويعني ايه فعل ويعني ايه مفعول؟ هنفهم كل حاجة مع بعض دلوقتي. عندنا الفاعل بينقسم لنوعين، يا إما اسم وكلمة اسم، يا إما أقول لك مثلا اسم واحد زي علي، سارة، آية، إبراهيم، محمد، أسامي. أو ممكن أقول لك شيء زي مدرسة، مكان، بوك، كتاب، قلم، أسد. باختصار مفيد كده إزاي أفرق بين الاسم والفعل. الاسم زي العربي بالظبط، ينفع تحط له ألف ولام، يعني ممكن أقول المدرسة، الكتاب، القلم، الأسد. ممكن اقول ايا يكن الكرسي، ايا يكن الحاجه اللي استخدمها اللي هو هي اسم. الاسم مش شرط يكون اسم بني ادم، لا، ممكن يكون اسم شيء زي ما احنا كاتبين كده، اللي هو ينفع احط له الف ولام. طيب الضمير الانجليزي عندنا فيه 7 ضمائر: الاي والهي والشي والات والوي واليو والزي. ال7 ضمائر بتوعنا اللي احنا عارفينهم. يبقى دي اول حاجه عندنا، بنبدا يا اما باسم او ضمير، دي او دي. طيب تاني حاجه عندنا، تاني خطوه، يبقى دي اول خطوه عندنا ايه. تاني خطوة عندنا هي خطوة الفعل. الفعل ما ينفعش نحط له ألف ولام زي كلمة يأكل. ما ينفعش أقول اليأكل، طبعا دي ما تنفعش، ده خطأ. كلمة بلاي، يلعب، ما ينفعش أقول اليلعب. وطبعا عندنا الفعل بتصريفاته، يعني ايت ايت، التصريف بتاعه بلاي بلايد، جو وينت، باي بوت يعني يشتري، ما ينفعش أقول يشتري. فطبعا الفعل فيه أفعال كتير عندنا. يبقى احنا كده الفرق بين الفعل والاسم، الاسم ينفع نحط له ألف ولام زي العربي، لكن الفعل لا، ما نعرفش. طيب المفعول ده على حسب الجملة عندك بتتكلم عن ايه. طيب انا عايزك تركز معايا بالراحة ونحل على ايه، على الأمثلة دي. أول حاجة عندنا حاطط خط تحت ايه، الاي. هنبدأ بالاي، تمام؟ خلاص الاي اهو. طيب يا مستر الاي ده عبارة عن ايه؟ تعالى نشوف كده فوق. الاي ده ضمير، يبقى احنا بدأنا بالضمير، تمام. تاني حاجة ندور على الفعل. فين الفعل عندك؟ الفعل عندنا I love، أنا أحب. تحب ايه؟ I love to، حرف الجر، بعدين يلعب بلاي فوتبول. يحب العب كوره. هتقول لي يا مستر طب ما كلمه بلاي ايه، فعل. اقول لك ما ينفعش اقول اي بلاي لاف تو فوتبول، الجمله مش لايقه، لازم نسترجم المعنى. هنا معناها اي لاف تو بلاي فوتبول، انا احب لعب كره القدم. لكن ما ينفعش اقول انا العب احب كره القدم، طبعا مش ماشيه. فلازم أن يكون عندك انك تعرف تترجم الايه، الجمله بتاعتك بعد ما تخلصها. اي لاف، انا احب، بعدين حرف الجر تو، اي لاف تو بلاي فوتبول، انا احب العب كره الايه، القدم، تمام. طيب تاني حاجه عندنا هو بادئ بايه، بهي. طيب الهي ده عباره عندنا ايه، اسم ولا ضمير؟ تعال ندور هنا. ده ضمير، يبقى الهي ده ضمير. نجيب الفعل، هي لايكس، هو ايه، يحب. ما ينفعش اقول قال يحب، فده الفعل. يبقى احنا اول حاجه جبنا الضمير وبعد كده الفعل. هو بيحب ايه، he likes to، الجر، حرف الجر، to read يقرأ، بوكس الكتب. يبقى he likes to read books، هو يحب قراءة الكتب. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نرتب الجملة في الترتيب العادي اللي هو فاعل فعل مفعول. I love to play football، he likes to read books. طيب لو جالنا سؤال نرتبه ازاي يا مستر؟ افهمك. ركز معايا في السؤال، بنجيب حاجة اسمها أداة استفهام. أدوات الاستفهام عندنا زي كلمة what، ماذا، where أين، when متى، how كيف، who من، why لماذا، which أي. طب فعل مساعد عندنا في أفعال مساعدة كتير زي am و is و are، ده فعل مساعد. الماضي منه was أو were، ده فعل مساعد. have أو has، had التصريف الماضي منهم، يبقى ده برضه فعل مساعد. do does الماضي منه did، فعل مساعد. will و would وكان و could. يبقى احنا في أداة استفهام أول حاجة بنجيبها في السؤال. يبقى السؤال أول حاجة بنجيبها استفهام، تاني حاجة فعل مساعد، تالت حاجة فاعل، رابع حاجة عندنا بقى إيه، الفعل. طيب قلنا الفعل عندنا لسه واخدينها من شوية، نون اسم، زي يكون اسم أحمد، محمد، أسد، قطة، فصل، مدرسة، ده يعتبر اسم، ينفع يحط له ألف ولام يبقى ده اسم. طيب برونون الضمير الأي والهي والشي والإت والوي واليو والزي. طيب الفعل
عندنا فعل يذهب جو، يلعب بلاي، يسافر درايف، يشرب درينك، وطبعا التصريفات بتاعتهم. تعال نشوف المثال اللي عندنا. هو بادئ هنا بكلمة وات، تعال نكتبها. يبقى وات، وطبعا وات ديت عبارة عن ايه؟ أداة استفهام. عايزين فعل مساعد. عندك في الجملة هنا فعل مساعد؟ عندك ديد موجودة هنا؟ موجودة هنا يا مستر. يبقى وات ديد. ماشي، عايزين بقى بعد كده فاعل. عندك اسم أو ضمير؟ عندنا اليو أهي، يبقى وات ديد يو. ماذا أنت؟ يبقى وات ديد يو بلاي yesterday. في الآخر نحط كوتشن مارك، ما ننساش ده سؤال. يبقى what did you play yesterday. وكده عرفنا ازاي نكون الجملة بالترتيب بتاعنا. طيب ناخد اللي عندنا المثال الأخير. يبقى نقول هنا where، بادئ بكلمة where يعني أين. أداة استفهام، عايزين فعل مساعد. عندك فعل مساعد هنا؟ الدو موجودة يا مستر، يبقى where do. عندك فاعل؟ ده في هنا ضمير أهو. فين أهو، ده اليو هنا، يبقى where do you play. يبقى جبنا أول حاجة وير ده استفهام، دو فعل مساعد، اليو فاعل، وبلاي دوت الفعل. يبقى وير دو يو بلاي. نفس الكلام وات استفهام، ديد فعل مساعد، اليو دوت ضمير تبع الفاعل، رابع حاجة بلاي اللي هو الفعل. كده وصلنا لحد آخر الفيديو. كده شرحنا ازاي نرتب السؤال بطريقة سهلة وبسيطة. لو عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتشير الفيديو لأصحابك عشان يستفادوا زي ما انت استفدت.